مباراة الزمالك وغزل المحلة. قدر نادي غزل المحلة إنه ينتصر النهاردة على ملعبه قصاد نادي الزمالك. بدأت المباراة بداية حماسية جدا وهدف في الدقيقة 4 من جابرييل أوريك، واستمر اللعب الجميل والتيكي تاكا من نادي غزل المحلة علشان أحمد الندري يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19. وكان لنادي غزل المحلة كذا فرصة تانية علشان يزودوا الفارق، لكن اهدروا الفرص في الشوط الأولاني. لكن الشوط التاني كان ليه شكل تاني خالص. قدر نادي الزمالك انه يفوق وانه يلعب اللعب بتاعه اللي احنا عارفينه، لكن المشكله اللي كانت موجوده دايما هي اهدار الفرص. لحد دقيقه 62 وتحصل نادي الزمالك على ضربه جزاء، قدر احمد سيد زيزو انه يحطها على يمين الحارس احمد عبد الحميد ميهوب، اللي بصراحه كان افضل لاعب في الماتش وهو سبب الثلاثه بونت اللي راحوا لنادي غزل المحله. سقوط جديد لنادي الزمالك ومش عارفين لسه في ماتش فيوتشر يوم 29/1 يوم الاحد الجاي. مش عارفين الزمالك هتعمل ايه، بصراحه هيكون ماتش صعب جدا، لكن اتمنى التوفيق للزمالك برضه.